السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة مع ام فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب اجمعين وعلى الامة الاسلامية جميعا. النهاردة بقى حبيت اشارككم وانا بعمل صينية جلاش كده. بصوا حاجة كده فوق الجمال والوصف والخيال. لازم تكملوا معايا الفيديو للاخر، هيعجبكم جدا. وفي نفس الوقت هنعمل تعصيجة حلوة قوي للحمة. هي مش صعبة ولا حاجة، هي تعصيجة بنعملها على طول. ديت اللحمة معايا اهيت، ومعايا هنا فلفل الوان، ومعايا طماطمايه وقرن شطة، وادي البصل انا حطيته في معلقة سمنة كده بلدي. حطيتها على النار وحطيت عليها البصل يتشوح معايا كده، تشويحة بسيطة قبل ما هنزل باللحمة بتاعتي. وحطيت في معلقة السمنة ديت حبهان ومستكة. وهشوح البصلاية بتاعتي كده زي ما احنا شايفين مع بعض. هنزل عليها دلوقتي باللحمة بتاعتي. التعصيجة دي يا جماعة بجد انا بعملها على طول، بتبقى نفسها وطعمها حاجة كده في منتهى الروعة والجمال. انا بقى دلوقتي هبدأ ان انا يعني افرك اللحمة كده مع قلب البصل علشان ما تكتلش معايا، تبقى كلها كده متفرطة كده في قلب البصل. اهوت بفكك اللحمة بتاعتي كده في قلب البصل عشان تاخد تشويحة محترمة هي كمان، قبل ما انزل عليها ببقية المكونات اللي احنا هنحطها. في ناس بتحب تعملها بصل ولحمة فقط لغير، بس انا بحب احط لها فلفل كده مع طماطمايه، بيدي لها نفس وطعم حلو. ديت معلقة من الفلفل الاسود، مش معلقة، حاجة بسيطة جدا، بس انا لسه هنحط البهارات وهنحط الحاجة. بس انا احب احطها للحمة كده والبصلاية وهي بتتفك كده وبتتشوح لوحدهم قبل ما انزل عليهم ببقية المكونات. اهو زي ما احنا شايفين مع بعض كده، انا اللحمة بتاعتي خلاص فكت. شايفين مفيش اي تكتلات في اللحمة نهائي، والبصلة وكلها يعتبر اتشوحت كده مع بعض. وده الفلفل بالطماطم بقرن الشطة بتاعتي، ضربتهم في الكبة كده وهنزل عليهم. ممكن تقطعيهم قطع صغيرة لو انت مش عايزة تضربيهم في الكبة. وهنزل على اللحمة بتاعتي، وهدي التقليبة الحلوة المحترمة كده للتعصيج بتاعي. يا جماله يا تكاته يا حركات. كل سنة وانتم طيبين يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. ربنا يجعلها ايام خير وبركة وراحة بال يا رب، اللهم امين. خلاص شايفين بقى كده كده كله تجانس مع بعضه. يا ريت تكونوا معايا بجد وشمين الريحة. تاكل كده حاف من غير اي حاجة. تعصيجة محترمة 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 يعني. انا بحب اعتمد التعصيجة دي معايا في كل حاجة. وخلاص انا كنت حاطط لها البهارات وكل حاجة، ومجرد ديت هطفي عليها اهوت. تعالوا بقى مع بعض. دي صينية الجلاش بتاعتي، انا عملتها معاكم كتير قبل كده، بس حبيت ان انا اشارككم بيها تاني. انا مجرد بفرد يعني نص، مثلا على حسب الصينية اللي انت تعمليها، نص الكمية بفردها تحت والنص التاني بفردها على الوش. انا فردت نص الكمية، وما بين كل رق ورق كده بعمل سمنة. وحطيت اللحمة التعصيجة بتاعتنا اللي احنا معانا ديت، وبحب احط زيتون للجلاش في النص كده بيديله، ده على حسب حريتك انت. لو بقى عندك قطعة جلاش مكسورة او الكلام من ده، حطيها في النص زي ما احنا شايفين كده. يعني نص الورقة اللي معايا ديت فيها حتت متكسرة كده، بحطها في النص ما بتبانش ولا اي حاجة، تبقى جميلة وزي الفل. وما بين كل طبقة وطبقة كده بدهن مع سمنة عشان يطلع معايا مورق. مش عايزة ان انت تدهني سمنة، ممكن ان انت تعملي خلطة. السمنة بتضيفيها مع اللبن مع البيض مع كله، وتدهني ما بين كل رق ورق كده آه، طبقة من الخليط اللي احنا عملناه. اهوت زي ما احنا شايفين كده، انا بدهن سمنة كده ما بين كل رق ورق. ايه رأيكم بقى؟ لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله. يا احلى واجمل اخوات في الدنيا.
وفي نفس الوقت عشان القناة تكبر بيكم وليكم يا رب، وعيلتنا الجميلة تكبر. اهوت زي ما احنا شايفين كده. هحط طبقة من الجلاش وارجع ادهنها بالسمنة، بعدين اكمل نفس الطبقات ونفس الموضوع. هنشوفه دلوقتي واحنا بنسويه في قلب الفرن. حاجة كده بجد تستاهل بقكم بجد. اهوت رصيت طبقة تاني، هبدأ ادهن برضو السمنة بتاعتنا. ايه رأيكم بقى؟ يستاهل كام لايك ده بقى؟ استغفر ربنا كده كتير. صلى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين بقى الجمال والحلاوة والطعامة ده واحنا بنسوي وانا بسويه في الفرن. حاجة كده من اللي قلبك يحبها. وانا بحب اضيف على الوش كده يا جماعة. بعد ما بدخله الاول الفرن يتحمص شوية صغيرين، وبعدها بخرجه واحط عليها الخلطة بتاعتنا مكونة من ايه؟ بيض ولبن ونص معلقة بيكنج باودر بتخليه مرتفع كده ومورق، والملح والفلفل الاسمر، وبس كده. وانا بحب احط على الوش كده معلقة قشطة كمان كده عشان يبقى يا قشطته يا جمال. شايفين بسم الله ما شاء الله قايب وجميل جدا اهوت. وده كان صينية الجلاش بتاعتنا. حاجة كده من اللي قلبكم يحبها. ده بقى بعد ما طلعناها عشان نقطعها. وده كان الجلاش بتاعنا، حبيت ان انا اوريهولكوا اللي هو طالع معانا مورق ازاي، وفي نفس الوقت لونه حلو جدا. وكان حاجة يعني اقول ما تبقاش منه من حلاوته. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله. احلى واجمل اخوات في الدنيا. ويا رب الفيديو يكون بسيط وسهل عليكم، وما يكونش طولت عليكم. وبس كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.